السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده هنعمل كده حاجة جميلة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض كده. اول حاجة هنبدأ كده بندخل الدقيق اهو زي ما انت شايفة كده. لو اول مرة تشوف قناتي يا ريت تشتركي فيها وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. اول حاجة حطيت كده معلقتين من معايا كده. ده ايه ده؟ المصل بتاع الجبنة او شرش الجبنة اللي بيطلع منها او مصل اللبن. هناخد كده حوالي كوبايتين، هنحطهم على معلقتين السكر ونقلبهم كده مع بعض. بيديني طراوة حلوة جدا للمعجنات وطعم حلو جدا جدا جدا. هتنبهري بالنتيجة ان شاء الله. بعد ما قلبناهم كده مع بعض هننزل كده بالدقيق بتاعنا كده على المصل اللي احنا حطيناه مع السكر اهو بالشكل ده كده. ده احنا نخلناه كويس جدا، والمصل ده فيه ملح علشان انت لو حابه تضيفي ملح المصل فيه الملح. هنقلب كده مع بعض اهو بالشكل ده كده. هندمج الدقيق في الميه كده بالطريقه دي، وهننزل بقية كميه الدقيق معانا. هنعجن بقى العجينه بتاعتنا كده بايدينا لغايه ما تتجانس وتبقى عجينه طريه متماسكه كده بالشكل ده كده، متجانسه مع بعضها، تبقى عجينه حلوه جدا جدا. يلا بينا نشوف هنعمل بقى ايه. نسيبها كده ترتاح شويه، وهنعمل بقى الحشوه بتاعتنا الكباره. بسم الله ما شاء الله، حشوه حلوه جدا. معايا كده فراخ مستويه متقطعه مكعبات، ومعايا فلفل اخضر متقطع برضو مكعبات اهو بالشكل ده كده. ممكن تحشي اي حاجه انت بتحبيها، ميكس جبن او اي لحوم او اي حاجه. معايا كده معلقتين بقدونس متقطعين وبهارات وملح وفلفل، نقلبهم كده مع بعض. الحشوه دي حلوه جدا، تقدر تحط عليها جبن برضو، تقدر تحشيها بطاطس. الحشوه دي بتاعتك انت زي ما تحبي. هنجيب كده رشة دي على سطح العمل كده، ونطلع العجينة بتاعتنا وناخدها كده نقطعها، وهقطعها كده معاكم اهو بالشكل ده. هقطعها كده جزئين، هعملها 2 زي ما انت شايفة كده، وهلفها كده وهجمعها مع بعضها وهلفها كورة كده، والتانية برضو اهو. عجينتنا حلوة جدا وخفيفة في نفس الوقت، شايفة عاملة ازاي اهو. هبدأ كده افردها، اجيب شوية من الزيت وهفرد بقى كده العجينة بتاعتي. وبعد ما فردتها كده حشيتها ولفتها رول، بس التصوير كان قطع في الحتة دي وجمعتها كده بالشكل ده. حاولت ان انا اجيبها لكم بس ما لقيتهاش، هجيبها معاكم في اللقطة التانية اهو. وبعد ما فردتها هحط الحشوة بتاعتي. دي العجينة بتاعتنا حلوة جدا وجميلة. ادي الحشوة هحطها اهو. هبدأ كده الفها رول اهو بالشكل ده كده زي ما انت شايفة كده. لو اتقطعت معاكي برضو لفيها برضو، وهبدأ الفها كده بالطرف اهو، وهعملها دايرة تاني واحطها ترتاح في الصينية. احاول افردها حاجة بسيطة كده واسيبها ترتاح، واحطها في الصينية واكملها فرد. في الوقت ده كنا انا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 حوالي 10 دقايق ولا حاجة، علشان ادخل فيه المعجنات بتاعتي والمخبوزات اهو بالشكل ده كده. وفردتها كده في الصينية اهو، وهذا الوش يعتدي لي صفار بيض مع
رشة فانيليا او معلقة حليب او تدهنها زبدة او تدهنها حليب، وتدخلها الفرن وتطلع معاك احلى فطاير ومعجنات طعمها حلو جدا، مخدش معاك وقت، وفكرة جميلة جدا للفطار وللعشاء، ولذيذة وفي نفس الوقت اقتصادية. ولو عندك اكل متبقي اي جبن اي حاجة تقدر تعملها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم في الله، مع السلامة.